السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافر إلى الرياض، ولكن بصراحة ما أبغى السفرية مجرد إنه فلوق كذا سوالف في الطريق، لا أبغى طبخ. لذلك أنا جايب معايا القدر الكهربائي زي ما تشوفون، وإن شاء الله بإذن الله مع بعض بإذن الله بنطبخ كبسة لحم على كيفكم. درجة الحرارة الآن 13 ساعة، الآن تقريبا يمكن حوالي 8:30 تقريبا. أول شيء بنروح السوبر ماركت بنشتري لنا بعض الأغراض ونكمل طريقنا إلى الرياض، وبنطبخ في القدر الكهربائي. يلا نبدأ تغطية. ندخل أول شيء القدر الكهربائي، أنا حاطه هنا، اعذروني الشمس خلفي فممكن يكون ظلام شوية. أيوة، تفتح فتحي. هذه ميزة كاميرا DJI أوزمو بوكيت. متحمس مرة. طبعا كيف بشغل القدر الكهربائي؟ لأنه عندي محول أسفل المقعدة مركبة في القصيم يمكن قبل كم سنة، 1500 واط، والقدر الكهربائي هذا اللي عندي 800 واط، يعني شغله بالراحة. المحول هذا اللي عندي يحول كهرباء السيارة من 12 فولت إلى 220 فولت، يعني زي كهرباء البيت. صراحة عندي نقص في السيارة، يعني يبغالي هنا إن شاء الله تجهيزات، بركب ألواح طاقة شمسية وبركب لي بطارية إضافية وكذا، يعني عندي أشياء بتكون خاصة للرحلات إن شاء الله للفلوقات. لكن مبدئيا عشان أستخدم دبة موية خلاص حط لها لي كذا بسيط، بحيث إني ألفها كذا وغسل وكذا، يعني مشي الحال. هذه الثلاجة اللي عندي كذا ممتاز، شوفوها صفر، ممتازة. أوه كانت 12 ما شاء الله تحت صفر، لأن هي فيها تثليج. عموما عندي كيس لحم هنا فيه يمكن أقل من كيلو، ولو لقيت أحد في الطريق كذا يتغدى معاي بتكون أسعد اللحظات. يلا بسم الله وننطلق. أول شيء بروح سوبر ماركت، أبغى لي أعبي لي الثلاجة اللي عندي. الثلاجة اللي عندي هذه لازم أعبيها موية، بحط لي كذا حق أبو 10 ريال، ويمكن أخذ شطة، مشروب غازي، والله ممتاز للغداء. أخذنا فلفل رومي، طماطم، وحبة بصل، والله شكلها صغيرة ودي شوف غيرها، ثوم، أبرميك كامل بدون تقطيع بدون أي شيء. خلاص، وهذا الفلفل. والله هذه عجبتني، أنا أحب الفراولة صراحة، فراولة والعنب، سلام يا العنب صراحة. والله ما أدري، مشكلة حجمه كبير وكذا وماني مطول كذا في السفر، ما أدري أخذ ولا أخذ الفراولة. إيش تقولون؟ أقول لكم شيء، الفراولة، ناخذ الفراولة بس. وباخذ كنزة من اللي زي إذا دخل السوبر ماركت يشتري أشياء أصلا هو مو بحاجتها، أنا زي كذا. هذا باجة دوار الشمس، طبعا أنا ما أحب إلا هو. وهنا موجود البستان، لكن صدقوا اللي يعجبني إيش؟ حق المقرمش هذا أنا يعجبني، ما أدري كيف كذا فضلته على البستان وعلى باجة. سابك. طيب بنرص الأشياء، هذا جابه هنا المق، هذا جابه هنا. طيب هذه المويه شوفوا، طبعا ما عاد أخذت ب20 ريال، أنا كنت باخذ ب10 ريال 20 حبة، أخذت ب5 ريال 10 حبات، تكفي بالراحة. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله يعني. هذا هنا طماطم والبصل، فلفل رومي، الثوم برضو نحطها في الثلاجة. شوفوا هذه الفواكه. لحظة، أنا ليش ما أطلع؟ أيوة أنا ليش ما أطلع؟ طيب شوفوا هذه الفراولة تحطها، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. كنزة، عايزيني واحد يقول لي مقاطعة ما مقاطعة، ترى منتج سعودي 100%، منتج سعودي. خلاص، هذا كنزة بديل اللي على بالي وبالكم. وهنا أخذت لي 2 عصير برتقال بدون سكر يقولوا، عفوا أخذت 3. طيب هذه الأكياس طبعا أنا ما أرميها نهائيا، أنا أحتاجها صراحة. وأخذت برضو، من يعرف هذه اسمها فطيرة الزهراء، زمان كان اسمها الفطيرة الفرنسية، لكن ما أدري أحبها، يعني تنقنق عليها كذا في الطريق إذا صار جيعان. أنا لسه ما فطرت. أهمهم هذا
هذا يعجبني مرة 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 مرة. فين احطه هذا؟ هذا ما يصلح في الثلاجة. فين احطه؟ حطه هنا. انا هذا القسم الصغير ذا، شوفوا الصغير هذا حق التبريد، هذا اللي هنا الاثنين خلاص، واللي هنا هذا تقدر تخليه تبريد تثليج، لكن هذا بروتو دائما منخفضه، حتى انا احط فيه الكاميرات اصلا، فبخلي هذا هنا. ايوه خلاص. وهذه عادي ممكن تحطها هنا فوق اقل بروده. خلاص كذا خلصنا. يلا نكمل طريقنا. طبعا انا عارف اني بوصل الرياض بشكل شوي متاخر، لانه بقعد اطبخ في الطريق ومدري ايش وزي كذا، ونتغدى ونستانس. يلا بسم الله. طبعا هذا طريق المية، وشكلي بروح من طريق وادي بن هشبل، وبعدين من هناك افرق على خيبر الجنوب وعلى خط الرين، كذا افضل. في طريق برضو من هنا عن طريق تندحة، بس قدام مطبات كل شويه مطب. اخر سفريه لي كانت قبل شهر لما رحت الرياض، كل شويه مطب. طبعا اقدر اسافر الرياض بالطيران، واذا وصلت الرياض استاجر سياره، بس حقيقه انا استمتع بسيارتي. يا اخي سيارتك صلح فيها اللي تبغى، تروح متى ما تبغى، ما تكون مرتبط بأحد. انا اعرف انه جهد، لكن تروني احب السفر بالسياره، والله افضله اكثر من الطائره. حبايبي شوفوا على يميني، يعتبر المفروض انه سوق الخضار المركزي في خميس مشيت، تمام؟ قدامنا بيكون سوق ايش؟ المواشي، برضو في اليمين. في مطعم جديد اسمه سلاطين المضغوط. المطعم هذا فين؟ في شارع 80. شوفوا الاشاره اللي قدام الان، اللي بعد سوق المواشي. سوق المواشي في خميس مشيت، في الاشاره تدخلوا من عندها يسار، ولو تكتبوا سلاطين المضغوط بيطلع لكم. بس روحوا هذا فرع شارع 80، لانه فرع الاول قفله، كان صغير كذا في حي وقفله ونقل في شارع 80 خميس مشيت. المطعم ذا عليه نكهه اسطوريه، وبعدين ما في اصناف كثيره. شوفوا هذا سوق المواشي على يميننا، تمام؟ وشوفوا هذه الاشاره ادخلوا من عندها يسار، يعني من عند الصاله الاقتصاديه. شوفوا الصاله الاقتصاديه اللي في خميس مشيت، الاشاره اللي عندها ادخلوا من عندها يسار، وانطلق انطلق يا حبيبي لين تلقى مطعم صغير اسمه سلاطين المضغوط، تلقاه على يمينك. المطعم هذا انا جربته، ممكن مستقبلا بسوي له اعلان، والله يستاهل الرجال ما شاء الله. يعني ما تتصور ان هذاك المطعم الصغير ذا يطلع لك كل ذي الجوده. رهيب رهيب رهيب. خذوا من عنده الحاشي. طبعا انا جربت عنده خلطه كذا خاصه، لون المضغوط ما يجيكم لونه احمر ولا هو اصفر، في الوسط كذا تحسه يعني. بس مضغوط الحاشي عنده لا اله الا الله من طعم فيه، والله عجبني. نكهه كذا اصيله. يعني المطعم هذا لو يستمر على نفس الجوده ما شاء الله بيكتسح مطاعم كثير. اذا انت تشوف مقطعي من خميس مشيت ولا ابها، روح واستمتع، والله باذن الله يعجبكم. جعت مره كذا، هو ما في شيء كذا. خط وادي بن هشبل هذا شكله ما في شيء. ايش هذا؟ مطعم اطباق الفن. مره جيعان. ذا مغلق من البلديه. كمل يا الله، مين قال لي يطلع من خميس مشيت قبل ما افطر؟ يمين بالله جيعان مره جيعان. ايش بكم على غدا امس الساعه متى؟ الساعه 3 من امس، الساعه 3 العصر، والان الساعه تقريبا قربت على الساعه 10، يعني 10 الصباح. من 3 العصر الى 10 الصباح، والله جوع. عندي فطاير هنا، والله عندي فطاير، عندي عصير برتقال، يعني لو مره تورطت خلاص هي باكلها، يعني بطقطق عليها كذا، وبعدين يصير مره واحده الى الغداء. لكن نفس الفطور صراحه، يعني اذا لقيت الحمد لله، ما لقيت كمل طريقنا. ايش نسوي يعني؟ هذا هو حال السفر، لازم تواجه هذه الامور. شكلي بسحب من هنا، يمكن احتاج كاش في الطريق، الواحد ما يدري. والله شكلي اكلت قسيمه سرعه، ما انتبهت. السرعه 80 وانا شكلي ماشي 95. يلا قسيمه، والله ما انتبهت. يلا الحمد لله، شو نسوي يعني؟ لا بشركم، لقيت بوفيه. طبعا لقيت هذه البوفيه، باخذ من عندهم فطيره بالبيض. ما شاء الله. هي تيك توك حبيبي، يوتيوب تيك توك انستغرام كله.
منوعات رايد او رايد ام. سلمت حبيبي جزاك الله خير. هذه الفطيرة، هذا الحليب العدني، لازم الحليب زيادة. ايوه ايوه ايوه, أيوة بس كذا. نفطر. شوف والله كبير وجه 5 ريال. شوفوا كيف، هذا هو، شايفين؟ يلا بسم الله نفطر ونكمل طريقنا. طبعا انا كنت ابغى الطبخ اني على الساعه 11 ابدا الطبخ، لكن صراحه بعد ما فطرت الله شكلي ببدا الطبخ يمكن الساعه 4 العصر. خلاص شبعان، مالي رغبه اصلا بشيء اسمه اكل. ولا اصلا تعرفوا القدر الكهربائي، يعني كنت بس بطبخ اللحم ومرق والرز اضيفه في الوقت المناسب يعني، فبشوف يعني متى الوقت المناسب ابدا اطبخ يعني. بس ابغى اقطع مسافه كذا، يعني اقطع 200 كيلو 300 كيلو او مثلا نص المسافه بعدين نبدا الطبخ. هذه الخطه الحاليه. تعرفوا انت في السفر ترى احيانا الخطط عندك تتغير غصبا عنك، ما في احد، خلونا نتجاوز. الله يعطينا خير هذا السفر يا رب. ابغالي شاي جمر، شكلي بروح لهذا. يلا هذا ما عنده احد، خلونا نكسبه. يا حبيبي السلام عليكم. ابغالي شاي جمر. سكر مضبوط. سكر مضبوط ساده بدون حبقه ونعناع. يا حبيبي حطوا لي في المق افضل. لما تمسك خط طويل صراحه افضل شيء انك تاخذ معاك المق. انا ما ادري كذا واضح ولا لا، لكن خذ معاك المق، حط فيه الشاهي وبتستمتع باذن الله. ليش؟ يبقى لك حار فتره طويله، حتى لو كذا طفشت ما شربت عادي، ترجع له بعد ساعتين تلقاه حار افضل من الاكواب. المق طيب صراحه. يلا نكمل طريقنا ونستمتع معاك في هذا الفلوج، ان شاء الله انه يكون جميل. يعني ماني متعود اني اصور فلوجات، لكن ان شاء الله انه يكون جميل. خليني اشغل هذا. ايوه بليه متروس ماكل. ايوه ليل نهار ياكل. لا كذا طفيها. زيار. لازم اشتري لي بطاريات الجو برو اللي تتحمل البروده. ليش؟ يمكن 3 مرات اليوم طفت علي هذه الجو برو، جننتني. اجي اشغل بعدين تذكرت ان البطاريه حقتها مو حقت اللي تتحمل البروده، يعني مجرد اي بروده كذا حتى توصل لدرجه حراره يعني مثلا 10 على طول جو برو بسرعه تخلص البطاريه بسرعه. لازم اشتري لي في بطاريه تعطيك الين 10 تحت الصفر، فهي ان شاء الله بتكون مناسبه باذن الله، فبشتريها. ما في حل ثاني لازم. هذا المكان من اجمل الاماكن انا اللي تعجبني، يعني ما شاء الله كل ما امر من هنا وانا رايح الرياض كذا والله انبسط كذا. شكل الجبال، شكل الوادي هذا اللي على اليمين مره حلو كذا. المنعطفات كذا حق الطريق صراحه استمتع، ما ادري ليش كذا احس لي شعور، يعني لو كان بس الجو غيوم اوه يا سلام. يلا من يعرف هذا المكان يكتب في التعليقات. شوفوا ما شاء الله تبارك الله النخيل هذه، أبنزل أصورها لكم بالكاميرا الثانية. والله هذه النخيل أنا بعشقها عشق رهيب، ما شاء الله تبارك الله. المكان الظاهر أنها مزارع لناس، يعني واضح أنهم مهتمين فيها، لكن في نفس الوقت عندي موقف محزن مع النخيل. طبعا كل ما أسافر وأشوف منظر زي كذا وتشوف النخيل كلها ميتة بهذه الطريقة أصاب بالحزن. يعني ما أدري ليش هذا الشعور دائما يجيني. يعني شوفوا إذا شفت هذا أحس بالسعادة بالطمأنينة ما أدري ليش، يعني متعة والله. إذا شفتها متعة ما بين كل الأشجار اللي تخطر على بالكم إلا النخيل، مجرد أني أشوفها كذا أصاب بالحزن. ما أدري هل في أحد زي، والله يجيني حزن كذا ما أدري ليش. يعني هذه كانت يوم من الأيام اللي تطلع التمر وشكلها جميل، والنخلة باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. لما اشوفها بهذا الشكل واصاب بالحزن اقسم بالله. هذه المشاكل اللي نلقاها في الطريق، هذه المشاكل. شايفين الجمل؟ شايفين؟ شايفين؟ لا اله الا الله. فين الراعي حقها؟ فين اصحابها؟
فين وصلنا؟ تقريبا باقي 500 كيلو على الرياض. عجبني شكل هذا الجبل، والله ما اعرف شو اسمه، يعني اللي يعرف يكتبوا لي في التعليقات. من زمان دائما اشوفه كذا واقول بجنب عنده كذا، بس سبحان الله. ان شاء الله الجو هادي هنا، اذا الجو هادي على طول بجهز الكبسه، بطبخ لحم بس، والرز بعدين اضيف في الطريق في اي وقت كذا يناسبني، لان هذا قدر كهربائي عادي يعني. ان شاء الله الامور تكون كويسه ما شاء الله. بس اتوقع قدام هنا في اليمين بيكون المنظر ان شاء الله مثالي. والله حلو شكله كذا الجبل هذا، حلو مره ما شاء الله ما شاء الله. يا سبحانك يا رب، ما اعظمك سبحانك. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. والله المكان حلو، فيه هواء، بس واضح ان الناس يجون هنا كثير. ابغى اشوف انا في زي البنايه هنا، ما ادري الشيء اللي فوق ذي، ابغى اشوف له. شكلهم سياراتهم في احد يطلع فوق، والله ما ادري. هذه سيارتي الله يحفظها يا رب، يعطيني خيرها ويكفيني شرها. ان شاء الله الصوت واضح، لانه والله هوا مره، بس ان شاء الله مع المايك والعزل يكون الصوت كويس. شكله هنا مع مويه الامطار مصلحين زي السد الصغير هنا. والله المكان رهيب كذا، تحسونه الصخره يا الله. ما ادري في ناس يطلعوا من هنا بسيارتهم، ما ادري، ما اتوقع، والله مو صعب عليهم. طيب يا حبايبنا، عندي اول شيء المويه زي ما تشوفوا اشبلف كذا. يلا هذا حق تمشية الحال عشان نقدر نغسل على الاقل الخضروات والاشياء اللي عندي. هذا القدر كهربائي، بس اللي يخلوني احطه كذا. ايوه ممتاز كذا، ممتاز. اقدر اغسل. طيب اللحم طبعا مغسل وجاهز عندي من البيت، ابعد تغسيله مره ثانيه برضو. الطبخه بتكون بدون تكشين، عارفين وش بدون تكشين؟ اجيب القطاعه، والله مرفوعه شويه هذه، يشبهها ما تنزل. طيب لحظه بس، ايوه انا ابغاكم تشوفوا بقدر المستطاع، لكن هي تبغى ترفع. عموما اجيب السكينه واجي، نسيتها. جبنا السكينه هذه هي، وهذا البيت حقها عشان ما تخرب اي شيء عليه. اول شيء نبدا بالبصل، خلونا نحط هذا هنا. ايوه البصل، انا مو عاجبني كذا، انتم شايفين شيء صح؟ هنا البصل اول شيء. والبصل هذا لما يجي اللون هذا نفس اللون ذا انا انبسط. ما ادري انتم زيي ولا لا. شوفوا يبغى لي اغسل الطماطم كلها هذه اغسلها. ولما حطينا الفلفل ونحط الثوم زي ما هي خلاص، والفلفل الرومي حطه زي ما هو. حتشوف الطبخه ذي ممتازه، لا تحسبوني قاعد اخبص. انا الحمد لله اساسا بديت قناتي، واللي يعرف اني انا بديت بالطبخ. طيب حتى البصل حطه زي كذا. هذه طبخه سريعه، طبخات سريعه حبيب، ما انت فاضي باقي تكشن ومدري ايش وكذا. والله الطماطم حسيت انها كبيره، لكن ابى احطها على كذا. شوفوا كيف، بس ذي بس هذه، شفتوا كيف؟ بس كذا خلاص. هذه ابى اشوف برجع الثلاجه. تمام كذا خلصنا. حطينا اللومي، نحط حبتين لومي، او الليمون الاسود اذا ما تعرف ايش يعني لومي. في ثلاثه، شوفوا هنا في 3 مكونات. ايش هي ال3 مكونات؟ فيه بودره البصل، بودره الثوم، فلفل ابيض، مو فلفل اسود، فلفل ابيض. لما تروح عند المحل اللي يبيع البهارات ولا شيء، يقول له اعطيني فلفل ابيض يعطيك. هي الوانها بتجي زي كذا، شوفوا كيف تجي فاتحه. خلاص حط منها شويه، وحتى لو تكثر ترى طعمها تعطيك مع الكبسه البيضاء، تعطيك جوده حلوه، يعني بتلقى طعم مره مثالي. طبعا ايش اللي عندي هنا؟ عندي اللي هنا بحط
الفلفل هذا الأحمر شوفوا تمام. وفيه الفلفل الأسود برضو شوف، والكزبرة والهيل والقرنفل. شوفوا هذا قرنفل وكزبرة، حطينا القرنفل والكزبرة. باقي علي ايش؟ الهيل. المشكلة اني خلطها مع بعض. باقي الملح. الملح في النهاية؟ لا يا حبيبي، الملح من الآن. شوفوا الملح الخشن حط من الآن، وإذا نقص عليك عادي بعدين زود، يعني أنت ذوق قبل ما تضيف الرز. هذه هي الكاسة اللي عندي، هذه اللي تجي مع القدر. خلاص أيوة أفتح، أعطيها كذا غسلة، أصلا هي مغسلة جاهزة. شوف على حسب كمية الرز. أنا كم بحط رز؟ أبى أحط من هذا 2 خلاص، فبحط موية 2.5 3 إلا في القدر الكهربائي. أما لو كان قدر طبخة عادي اللي في البيت لا مختلف. أيوة هنا هذا الثاني. أيوة كذا ننقص شوي، يعني أكثر من 2.5. شوفوا خلاص. إيش اللي نسويها الآن؟ قفل بس، حطه على الكهرباء. أبى أشغل عليه بكمل طريقي. هذا المحول الكهربائي 1500 واط، شغلته. لازم تكون السيارة شغالة لأنه يسحب كهرباء عالية. خلاص هذا القدر اشتغل، حطيته على 40 دقيقة. خلاص ما يطلع ريحة للمعلومة، يعني ما يطلع ريحة ولا شيء الحمد لله. وأصلا شوفوا ملابسي هنا، ملابسي وشنطتي وداخل السيارة ما يطلع ريحة. هذه الطماطم اللي بقيت إيش أسوي فيها؟ خلاص كذا قطعتها كلها يا رجل. بسم الله نكمل طريقنا إن شاء الله. بسم الله. حلوة مغذية. صراحة الحمد لله الجو خف عن أول مرة كان هوا مزعج. وش السيارة دي؟ هذا تاكسي أخضر كذا لونه. طيب يلا خلاص كذا نكمل الطريق. بياخذ قدر الضغط 40 دقيقة. وأصلا كم الساعة الآن؟ الساعة 3 الآن، يعني يمكن الساعة 5 كذا أتغدى. 5 6 عادي، ما عندي مشكلة أي وقت. الحمد لله وصلت هذه المحطة، لأن البنزين على وشك. أبعبي بنزين وبصلي الظهر والعصر، وبرضه بحط الرز إن شاء الله، ونكمل طريقنا بإذن الله. طيب كذا زي ما تشوفوا خلاص كذا تحول على وضعية التسخين. الآن أصلا أبى أقفل هنا خلاص عشان أبغى أنزل أصلي، عشان ما يسحب لي البطارية لأن ما عندي بطارية إضافية. وخلاص كذا طفيت خلاص، بس بغسل الرز. خلاص غسلت الرز وبنقع وأوديه السيارة وأروح أصلي وأرجع. بعد ما أرجع يصير على طول نحط الرز. هنا الرز معانا نحطه فوق ذا. خلاص بعد ما تنقع خلصنا الصلاة وكل شيء خلاص كذا. شوفوا ضربتين بس، شوفوا كيف صار نظيف. شايفين كل الرز هنا ما في إلا كم حبة هنا، لكن عموما خلاص كذا يصير. بس أعطيه ممكن حتى لو زي كذا حركة كذا خفيفة وغطي. خلاص طيب أنا شغلت على وضع الرز، حطيت 20 دقيقة خلاص يكون جاهز. قفل تأكد. يلا بسم الله كمل طريقنا. بسم الله توكلنا على الله. طيب خلص الوقت معانا. أيوة يا سلام. وهنا نطفي. ممتاز كذا طفيت خلاص. أبى أطلعه بغرف وجيعان مرة. شغلت لأنه صوت مزعج. يلا كذا بسم الله. أحسن شيء تسويه. يلا بسم الله. بسم الله 1 2 3. أيوة سلام. يلا هذه أجمل لحظة. يلا شوفوا كيف. شاي خطير. سلام. شوف العظم. اللهم لك الحمد أخيرا جهز. يعني هو كان غدا، الخطة كان غدا، لكن اللي صار إيش؟ إنه خلاص جاء المغرب، خلاص هذا عشاء. يلا مو مشكلة. باقي عن الرياض يمكن حوالي 200 كيلو. السفرة هذه تأخرت فيها بطريقة
جنونية. لكن عليكم أهم شيء الشطة. شوفوا كيف سلام، والله يمدحون فيها هذه الشطة، والله ما أدري شو اسمه. شوفوا هذه يقولوا كويسة. وبسم الله أبغاكم تشوفون طراوة اللحم. شوفوا، شايفين ما شاء الله، صراحة شيء رهيب. يمكن أنا أصور من جوالي الثاني. والله كويس. حبات الرز صارت طويلة بطريقة جنونية. شوف كيف الله، شوف حبات الرز، يا سلام. شوف طراوة اللحم. شوفوا كيف، وجالس في السيارة متربع. هذه ميزة الجموس صراحة، تستمتع. يلا خلاص نتعشى. أنا أصور بالجوال الصورة هذه اللي بتشوفونها. نتعشى إن شاء الله ونكمل طريقنا. يا حبايبي وصلنا إلى مدينة الرياض بفضل الله سبحانه وتعالى. عموما وصلت إلى نهاية فلوق اليوم. نشوفكم إن شاء الله في تغطية قادمة. فمان الله. أهم شيء لا تنسون اللايك والاشتراك، وانتظروني في التغطيات القادمة.